فاز منتخب المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب التي أقيمت في تشيلي. يصبح المغرب أول منتخب عربي وثاني أفريقي يتوج بالبطولة. فيهم الهضره بزاف، جينا الماتش كليناهم. اللهم لك الحمد. المغرب دارها. أشبه الأطلس لأقل من 20 سنة دخلوا التاريخ من بابه الواسع. البارح الأحد 19 أكتوبر 2025 كان الماتش النهائي ما بين المغرب والأرجنتين، وكان الرد بكل فخر 2-0. الملعب كان عامر بالجمهور، أصوات التشجيع في الأرجاء، الأغاني المغربية والراية كترفع في السماء. اللاعبين دخلوا الميدان بعيون حارقة وقلوبهم عامرة بالعزيمة. المهم الأصدقاء ما تنسوش ديروا أبوني ولايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم مع الانترو وما نطولش عليكم. النجاح ما كيجيش بوحدو، خصك الاجتهاد والمثابرة والعمل باش توصل ليه. من أول دقيقة بان أن المنتخب المغربي دخل بخطة محبوكة ومضبوطة. ما كانش لاعب عشوائي، لا لا لا، المدرب رسم واحد الخطة التكتيكية ذكية بزاف. الدفاع كان قاصح ومركز مزيان، اللاعبين واقفين برجولة منظمين ومتفاهمين، وكل تمريرة محسوبة. المغاربة عرفوا كيفاش يسدوا المنافذ على الأرجنتين، ما خلاوهمش يتنفسوا، وكل محاولة أرجنتينية كتحطم في وسط الميدان. والرد المغربي كان سريع وقاتل، كل لاعب كيتبع تعليمات المدرب بدقة كبيرة. التحركات في الميدان كانت محسوبة حتى في الهجوم. الجمهور كان كيشجع بلا توقف، والكرة كل مرة كتقرب من المرمى والأصوات كتعلو. ومن بعد تنظيم رائع جا الإبداع. اللاعب ياسر الزبيري رقم 21 كيفتح تسجيل من ركلة حرة خرافية، كرة فيها ذكاء تركيز وأناقة، دخلت في الشبكة والحارس الأرجنتيني وقف كيتفرج. ما داروش دقايق بزاف حتى جا الهدف الثاني، تمريرة حاسمة من معما رقم 7 اللي خلات الدفاع الأرجنتيني متجمد. وشكون اللي مارك الهدف الثاني؟ بالطبع ماركا ياسر الزبيري، ماركا الهدف ديالو الثاني في هذه المباراة. الكرة دخلات والحلم بدا كيتحقق. المغرب قدر يشد في النتيجة ديالو وكمل الشوط الأول 2-0. كل هدف كان كيخلي اللاعبين والجمهور يعانقوا بعضهم. الكاميرات كتقرب من الفرحة ديال المدرب وكتبين الفرح والدموع والابتسامات. الملعب كان بحال البركان، الهتافات كتسمع من كل زاوية. المغرب في الشوط الثاني شد الخطة. الدفاع المغربي كان داير بحال شي حيط، بوف بختي الزهواني ومعمر كيسدوا كل زاوية. بيار والصادق اللي هو الكابيتان من الوسط كيسيروا اللعب بحكمة. جسيمي وخليفي خدامين بلا توقف، والحارس ابراهيم غوميز كان في المرمى اسد فعلا. الارجنتين بقات كتحاول ولكن المغاربه واقفين، الدفاع منضبط والتكتيك عالي. وكل مره الارجنتينيين كيزيد عليهم الضغط وما تيقوش بان المغاربه ماركاو عليهم جوج بيوت الشوط الاول، وبداو في الدقائق الاخيره كيدخلوا في العنف وضربات غير رياضيه. ولكن المغاربه بقاو رجال هادئين منضبطين ومحترفين. كل محاوله ارجنتينيه كتولي بلا نتيجه. غوميز كيتحرك بسرعه وكيصد الكرات الخطيره، اللاعبين كيتبادلوا اشارات وكيعطوا لبعضهم القوه النفسيه. الجمهور كيشجع بحماس وحتى اللي في التلفازه كيتحمس. المغرب ما كانش واقف غير على الدفاع، ولكن حتى الهجوم كان منظم. التمريرات كانت سريعه والتحكم في الكره كان ممتاز، وكل لاعب كيعرف دوره. حتى في الدقائق الاخيره المغرب كيتحرك بحذر، كيحافظ على النتيجه بلا ما يعرض راسو لاي مفاجاه. المدرب كيتابع من بعيد وكيعطي التعليمات بلا توقف. صافرة الحكم الملعب كيتفجر بالفرحه، اللاعبين كيسجدوا والمدرب كيخرج دموع الفرح، والرايه المغربيه كترفع في سماء تشيلي. المغرب بطل العالم للشباب 2025 في تشيلي. الجمهور المغربي كيرقص وكيهتف ديما مغرب ديما مغرب، والمدرب كيشكر الله على هذا الانجاز الكبير. المغاربه كاملين ما نعسوش بقاو ساهرين، حتى اللي خدامين غدا الصباح واللي هو اليوم، كاين الناس خادمين مع 6 الصباح وبقاو ساهرين. المدن المغربيه بقات بالاضواء والاغاني والهتافات، الناس في الشوارع كيغنيو والمغرب والمغرب. الوليدات الصغار، النساء، الرجال، الشباب، كل شيء، حتى الناس الكبار خرجوا
وما خلوش الناس دابا مشاو ينعسوا وبقاو كيسمعوا الطوموبيلات. صراحه المغاربه خصنا غير نربحوا شي كاس وتفرج المغاربه. صراحه المغاربه ماشي غير كيفرحوا بل كيعجبهم داك الجو ديال فاش المغاربه كيربحوا شي كاس ولا شي حاجه. تحيه لكل ولد مغربي كان في الميدان، سواء الزبيري، بختي، بوف، غوميز، يانيس مسكين اللي هو تصاب في المباراه ديال فرنسا، وحتى الصادق اللي هو الكابيتان، خليفي، بيار، الزهواني ومعمر. وسمحوا لي الى ما ذكرتش شي سميه اللي ما شاركتش في الماتشات ديال المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه في مونديال تشيلي. كلكم ابطال، كلكم فخر المغرب، كل شيء، كاع الشباب، كاع الناس، كاع المغاربه فخورين بكم. ماشي غير ربحنا بل علينا العالم يربح بالشرف. الله، الوطن، الملك. المهم الاصدقاء غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا فرحتوا بهذا الانجاز التاريخي ديال المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه في مونديال تشيلي 2025. فرحوا المغاربه، فرحوا كل شيء. كنتمنى يكونوا في حسن الظن ديالكم. وكنزيدكم واحد الاضافه، راه هذا الماتش صراحه اول ماتش كنتفرج فيه بدون ظلم تحكيمي. الحكم اول مره كيحكم بعدل وعن جدارة واستحقاق بلا ما يظلم حتى شي فريق. ومن الاصدقاء ما تنساوش ديروا لايك وابوني باش تشجعونا ونستمروا. وصلنا 100 مشترك. كنشكركم عليها. كنشكر كل واحد ساهم في هاد 100 مشترك عقبال 1000 مشترك و10,000 مشترك. وعلاش ما نوصلوش 100,000 مشترك ونوصلوا حتى المليون ان شاء الله. ومن الاصدقاء نشوفكم فيديو الجاي. دمتم بخير.